السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم مقطع جديد من قناة شيلبي او يوميات شيلبي. طبعا شباب، بهذه الحلقة راح في ناس كثير من المتابعين يسألوني عن مواصفات السيت اب مالتي او البي سي، ويسألوني عن السعر. فبهذا الفيديو راح نستعرض لكم جميع المواصفات وافضل سيت اب تشتروه او تجميعه بارخص سعر. طبعا راح استعرض لكم السيت اب كامل ومواصفات البي سي والتجميعه، وايضا راح استعرض لكم الاسعار وياكم. فقبل ما نبدأ المقطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم اشعارات، وجميع الروابط الخاصة بنا راح تلاقوها بالوصف. بسم الله نبدأ. طبعا راح اصور لكم تجميعتي بالسيت اب، وراح اذكر لكم الاسعار مالتها، وايضا راح نعطيكم مواصفات التجميعة مال البي سي مالتي. فخليكم مع المقطع، ركزوا وياه. بسم الله نبدأ. طبعا شباب، قبل ما نبدأ اكو نقطة مهمة ما ذكرتها بالنسبة للسيت اب او البي سي. اذا تريد تشتري، شوف، ما نصحك تشتري من المحلات لانه اسعارهم راح تكون جدا غالية. يعني مواصفات نفس البي سي مالتي ممكن ينطونك اياها بالملايين او الاف الدولارات. هذه النقطة. فأنصحك تشتري من الفيسبوك، تشتري مستعمل. لكن قبل ما تشتري لازم تستشير شخص يفتهم بالبي سي والمواصفات مالتها. أنا الصراحة استشاري الشخص وهو اللي اشترى لي إياها. فما نصحك تشتري من المحلات لأن أسعارهم جدا تكون غالية. يعني ممكن تشتري بي سي من الفيسبوك مثلا ب1000 دولار، إذا تروح تشتريها من المحل راح تكون نفسها، يعني نفس المواصفات. لكن أتوقع تكون جديدة، ممكن تكون مستعملة لكن تكون جدا غالية. يعني بدل ما تشتريها ب1000 دولار من الفيسبوك ممكن تشتريها ب5000 دولار من المحل. فرق كبير بالسعر. المهم خلونا نبدأ. بسم الله. طبعا هذا هو البي سي. ما شاء الله. اوكي، اول شيء خلونا نبدا بالمايك. طبعا هذا هو المايك وهذا الستاند مالته، وهذا الاواكس مال المايك. هذول سعرهم، يعني هذا الاواكس وهذا الستاند والمايك سعرهم تقريبا 100 دولار. فهذه هي المواصفات مالته. يعني هو كل اللي عليك تقول لهم كارت صوت اي 2. هذا الستاند والمايك، وهذا الاواكس اي 2. تمام، هذا سعرهم 100 دولار. الشيء الثاني راح تحتاج هذه الأضاءة. هذا سعرها تقريبا 10 دولار، هي حسب حجمها يكون سعرها. ف تمام. عندك تحتاج هذا المايك، السماعة الخارجية، يعني هذا تربطها بالبي سي حتى تسمع صوت الألعاب بشكل خارجي، ما تحتاج هيدفون يخلي راسك يوجعك. هذا سعرها تقريبا 7 دولار. أنا قاعد أعطيكم الأسعار الحقيقية. تمام. عندك التجميعة اللي، أو قبل ما نخلي التجميعة آخر شيء. تمام. عندك هنا الويب كام. عندك نوعين من الكاميرا تستخدمها للبي سي. عندك هذا الويب كام وسعرها 25 دولار. هذا الويب كام لوجي اسمها معروفة. يكون 750 ذاكرتها اتوقع، ما ادري والله. المهم، طيب همين هنا عندك المروحة اللي خاصة بتبريد شو اسمه. هذا سعرها تقريبا 35 دولار. تمام. عندك هنا الاس اس دي الخارجي، الهارد الخارجي 500 جيجا. سعره تقريبا 50 دولار او 30 دولار، ما اعرف. الكيبل مالته سعره 7 دولار. تمام. راح تحتاج كيبل مال نت. انا طبعا حتى اعطيكم كل المواصفات اللي تحتاجوها. هذا كيبل النت يكون سعره تقريبا 7 دولار. اوكي، بعد شنو؟ تمام. راح تحتاج يو اس بي. هذا اليو اس بي اللي يشغل البي سي بدون كهرباء.
يشغلها تقريبا 15 دقيقة. سعره تقريبا $55 أو $60 تقريبا. اوكي، يعني هو هذا حق 750 فولت. تمام. هنا هذا الكيبل سعره $7 مال اقوى كيبل، يعني هو قوي على مود تشغل البي سي بدون مشاكل. اوكي، هذه كل المواصفات. باقي اخر شيء اللي هو تجميعة البي سي. تمام، تجميعة البي سي عندك هذا الكيبورد بلاك ويدو، وعندك هذا الماوس، وعندك هاي البي سي شكلها الخارجي، وهذه الشاشة مالتها. هنا عندك مواصفات الكيبورد بلاك ويدو، هذه المواصفات. هنا عندك الهيدفون الخارجي، سماعة الرأس، هذه مواصفاتها. اوكي، فآخر شيء باقي بالنسبة للتجميع المواصفات مالتها. اوكي، هذه المواصفات مالتها قدامكم، تقدرون توقفون المقطع وتشوفون المواصفات بشكل أدق. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، هذه المواصفات، فادتوا وقف المقطع وشوفوا التفاصيل. اوكي شباب، بالنسبة للأسعار نفس ما ذكرنا كل شيء سعره تقريبا. اوكي، عندك راح تحتاج هذا الميز، سعره تقريبا $50 أو $45. هذا الميز اللي تحط عليه البي سي، هذا هو شكله. اوكي، عندك الكرسي، هذا يكون سعره تقريبا $100. ف حاليا ذكرنا الأسعار، اللي هو الكرسي $100، الميز $50 أتوقع، $45. عندك الستاند والمايك والأواكس $100. عندك هذا السماعة $7. هذا الإضاءة $10. الهارد تقريبا $40. الكيبل مالته $10. كيبل النت $7. الويب كام الويب كام $25. والمروحة $35. فأوكي، هاي كل التفاصيل. بالنسبة لسعر تجميعة البي سي، طبعا الصراحة ما أعرف سعرها الرئيسي، لأن اشتريتها من شخص كان مستعجل على بيعتها، فسعرها تقريبا والله ما أعرف سعرها الحقيقي يعني، لكن أنا اشتريتها من شخص ونزل لي كثير من سعرها. يعني كان هو عارض سعرها 1000 أتوقع $1000، يعني 1.5 مليون عراقي، كان عارضها على الفيس، فقلل لي من السعر، وصلت 1,200,000 عراقي، يعني أقل من $1000، يعني $950 بالنسبة بس للبي سي والكيبورد هذا والتجميعة والشاشة والهيدفون. هذا التجميعة كان سعرها $1000، لكن أنا ذكرت أسعار التجميعة كاملة. فأوكي، بالنسبة راح تحتاج أيضا خلفية، راح تكلفك تقريبا $20، خلفية بيضاء وسوداء. فهذه كل تفاصيل التجميعة اللي راح تحتاجها. وباقي آخر شيء بالنسبة للكاميرا، طبعا قلنا كاميرا، عندك ويب كام ذكرنا سعرها، وعندك كاميرا من نوع ثاني إذا تستخدم كاميرا أفضل من هذا النوع، هسه راح نستعرضها لكم. اوكي شباب، بالنسبة للكاميرا عندك هذه الكاميرا ايضا جيدة جدا للبي سي، سعرها تقريبا $40 او $45، يعني هذا هو سعرها تقريبا. فهذا هو شكلها جيد جدا، لكن واجهتني مشكلة انه تحمى لما نربطها على البي سي. تمام شباب، هذه كل مواصفات. اتمنى يكون استفادتم من المقطع، نشوفكم المقطع الجاي. مع السلامة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة مع لايك للفيديو، وجميع الروابط الخاصة بنا تلاقوها بالوصف.